سر من أسرار الكاريزما الصوتية، لو طبقت التقنية دي صوتك هيفضل في الأذهان بعد ما الكلمة بتاعتك تخلص. التقنية دي هي عبارة عن end of the sentence downward مش upward، يعني النغمة الصوتية بتاعت نهاية أي جملة أنت بتقولها تخليها لأسفل مش لأعلى. ليه بقى؟ لأن الجملة لما بتكون لأعلى upward دايما بيحسس الآخر إنك uncertain، إنك مش واثق من الإجابة اللي بتقولها، مش واثق من الكلام بتاعك. لكن لما بتكون downward، الأبحاث الصوتية أظهرت إن لما بتكون ال end of your sentence أو نهاية الجملة بتاعتك لأسفل، ده بيدي إحساس بالكريديبيليتي، بالمصداقية، وبيدي إحساس بالسيرتينيتي، بيدي إحساس إنك واثق من حالك ومتأكد كويس قوي 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 من اللي بتقوله. فوانت اتدرب إن الجمل بتاعتك في نهايتها تكون للأسفل، والمنحنى بتاعها يكون للأسفل مش للأعلى. تعالوا كده نطبق عملي. لما أجي أقول أنا اسمي مروة الإبياوي، أنا اسمي مروة الإبياوي، في تاني جملة end of my sentence لفوق لأعلى، فحسيت إني مش واثقة من نفسي، حسيت إني قلقانة وأنا بقول اسمي مروة الإبياوي. لكن في أول جملة أنا اسمي مروة الإبياوي، الجملة بتنتهي لأسفل. طب تعالوا نجربها كمان على جملة مختلفة. النهاردة وإحنا بنتكلم عن سوق العمل غير. النهاردة وإحنا بنتكلم عن سوق العمل، تاني جملة حسيت إن هي سؤال، وإن أنا مش متأكدة من اللي أنا بقوله، وإن أنا ما عنديش credibility. لكن أول جملة النهاردة إحنا بنتكلم عن سوق العمل، حسيت إن سوق العمل في stability، في ثبات على الجملة. ال end of my sentence لتحت down مش up. بالك وانت بتتدرب قدام المراية، خلي بالك كويس قوي إن الجمل ما تبقاش لأعلى ولكن تكون لأسفل. وعلى فكرة الحكاية دي بشوفها كتير مع الليديز، لأن هما بيكون عندهم feminine voice. يعني وهي بتتكلم مثلا وبتقول النهاردة هنتكلم معاكم عن كذا، ببدأ أخليها تقول النهاردة هنتكلم معاكم عن 1 2 3. فصوتها يتم تصوره أنه في ثقة، certainty تأكد، أنه هو كمان في قوة، وكمان في credibility. الفيديو ده عن تقنية مهمة جدا جدا. التقنية دي طبقها كويس قوي واتدرب عليها كتير، هتلاقي صوتك بقى كاريزمي أكتر، وهتلاقي صوتك بقى مؤثر أكتر للجمهور. خلي دايما نهايات الجمل downward مش upward. لو عجبك الفيديو شير، ولأي حد محتاج لهذا الفيديو شير ولايك، واكتب لنا كمان في الكومنتير في التعليقات لو واجهتك أي مشكلة صوتية، نقدر كمان نحلها معاك في فيديوهات جاية إن شاء الله. كنت معاكم مروة الإبياوي، مدربة التحدث الجماهيري والدبلاج.